أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا نهتدي بهديكم وننصر قائمكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الكريم، ونحن إن شاء الله جميعا من الشاهدين الشاكرين. انطلاقا من هذه الآية المباركة من سورة هود، الآية 86، التي تتحدث عن بقية الله في الأرض، وهو الإمام الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عن الإمام المهدي حديث مترامي الأطراف، وكثيرة هي الموضوعات التي يمكن أن تطرح في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، بدءا من ولادته وغيبتيه، باعتبار له غيبتان صغرى وكبرى، وطول العمر، وكذلك ظهور الإمام سلام الله عليه وما يقوم به من مشروع ومن معالم لدولته المباركة عند ظهوره. هذه كلها الموضوعات يمكن أن تطرح في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه. وبالحقيقة قبل أن نخوض بتفاصيل الحديث عن الإمام سلام الله عليه، يحتاج من عندنا أولا أن نبين شنو أهمية الحديث عن الإمام، وتبين الأهمية والضرورة لقضية الحديث عن صاحب الزمان سلام الله عليه، أنه الذي لا يعرف الإمام فإنه يتأثر بكل الدعاوى الضالة اللي تحرف عن مسيرة الإمام. باعتبار حقيقة الروايات وردت أنه في الغيبة الكبرى تكون فتن وبلاءات وامتحانات كبيرة، بحيث وحدة من الرواية تقول: لا والله حتى تغربلوا، لا والله حتى تمحصوا، لا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. يعني شنو لا والله؟ لا يظهر حتى يكون اكو بلاءات. عندنا بعض الروايات تقول: تأتيكم الابتلاءات والفتن كأمواج البحر. تأتيكم الفتن كقطع الليل المظلم وكأمواج البحر. هاي الفتنة شنو هي معناها؟ معناها عدم معرفة الحق وإمام الحق، وعدم معرفة الباطل وإمام الباطل. ولذلك بالروايات اكو أدعية خاصة بزمن الغيبة الكبرى. شنو هاي الأدعية؟ شوفوا، احنا ننتقي بعض الأدعية اللي تخلصنا من الفتنة. مثلا: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. ما هو مرات واحد يعرف الحق بس ما يرزق اتباع الحق، ما يرزق نصرة الحق،
صح؟ ولذلك الفتنة هنا تجي. الفتنة معناها يأتي الشيطان يأخذ من الحق ضخ ومن الباطل ضخ فيمزج بينهما فيختلط على الأمة أمرها بعد ما يعرفون. بزمن المهدي الحقيقي لما يظهر اكو رايات، تحت كل راية يقول أنا إمام مهدي. المؤمن شلون يعرف؟ هنا البلاء، شلون يعرف المهدي الحقيقي حتى ينصره؟ هو اكو رايات، برواية تقول 12 راية بعدها شخص يقول أنا المهدي. هسه احنا اليوم بوقتنا اكو في البصرة واكو في اليمن واكو بالسعودية واكو بغير محافظة عندنا بالبلد، صح ولا اكو وايد يدعون، وهو هم عنوان مقدس. اللي ما عنده معرفة بالإمام وما مقوي علاقته بالإمام، ما مرتبط ارتباط قوي بإمام زمانه صاحب الزمان سلام الله عليه، بساعة يصدق ممكن بالدعاوى الضالة. من هنا تأتي أهمية وضرورة الحديث عن الإمام المهدي سلام الله عليه. فقد واحد يخذل الإمام وينصر أعداء الإمام على الإمام سلام الله عليه. ولذلك كون أنت تقوي الرابطة. يوم أمس إحنا تحدثنا عن الارتباط بأهل البيت بصورة عامة. اليوم الحديث عن الارتباط بصاحب الزمان اللي يمثل أهل البيت بصورة خاصة، والحديث هم مختلف. إحنا يوم أمس تحدثنا بثلاث مستويات، إذا تذكرون إخواني، مستوى عقائدي ومستوى عملي ومستوى وجداني. خلي بالك اليوم لما نتحدث عن الإمام المهدي سلام الله عليه، أولا قلنا نقوي علاقتنا اثنين، أن الإمام المهدي يمثل الطموح البشري. كل البشرية اليوم ينتظرون شخص مخلص في آخر الزمان. يعني قضية الإيمان بالمنقذ والمخلص في آخر الزمان مو قضية خاصة بالشيعة. خلي بالك القضية أكبر من كونها مذهبية. مو المذهب الشيعي يقول أكو مهدي ويظهر بآخر الزمان، بل مو المذاهب الإسلامية فقط، مو المسلمين كلهم يقولون، كل المسلمين يعتقدون بوجود مخلص في آخر الزمان، بل أكثر من كونها أديانية. حتى الأديان السماوية الأخرى يقولون بوجود منقذ. بل القضية باعتقادي أنه حتى اللادينيين يعتقدون بوجود مخلص. وهاي المسألة أستدلك عليها من حادثة حدثت بزمن الإمام الصادق سلام الله عليه. يعني أكو في فترته بعض الملحدين. أنت هسه يوم اللي يجيك ملحد أو يراسلك أو تلتقي أو كذا ما يؤمن بالله عز وجل، تحاول تثبت له وجود الله. ما تقول له الله يقول بالقرآن قل هو الله أحد الله الصمد، هو إنما إلهكم إله واحد. هو ما مؤمن بالقرآن، لازم تنطيه أدلة عقلية، براهين عقلية. زين إذا هو معاند لازم تنطيه دليل وجداني، يعني تعيش الحالة. شلون؟ هذا اجى للإمام وهو للإمام الصادق وهو ما يؤمن بالله عز وجل. الإمام شنو قال له؟ قال أرأيت لو أنك ركبت سفينة وأبحرت السفينة وفي البحر خرقت، انثقبت هذه السفينة ودخل إلها الماء وغرقت وانت غرقت، أيتعلق قلبك بشيء؟ قال نعم. قال ذلك الشيء هو الله عز وجل. لاحظ هذا اللي تفكر ينقذك هو الله عز وجل. لما خلق الخلق وأرسل أنبياء 124 ألف نبي، احنا إلنا حديث في مشروع الإمام إن شاء الله اليوم ما نلحق نكمله، يعني راح نتحدث بسبل العلاقة بالإمام سلام الله عليه. يوم غد إن شاء الله تعالى نتحدث عن مشروع الإمام اللي هو مشروع الله عز وجل ومشروع كل الأنبياء، حتى تتشوق النفس، لأننا ندعو اللهم إنا نرغب إليك شنو؟ في دولة كريمة، دولة كريمة. زين، فنعتقد أن فكرة المهدي والمنقذ والمخلص عالمية، فكرة عالمية. كل العالم يقولون بوجود مخلص في آخر الزمان. إذن المهدي خلي بالك أمل الشعوب، الأمل المنتظر اللي يخلص الناس من الحروب، من المشاكل، من الفقر، من الحقد، من هاي الأمراض الأخلاقية وغيرها. خلي نجي
إلى أكو فقرة موجودة في آية موجودة في القرآن الكريم ابتدينا بها حديثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله شنو؟ بقية الله خير لكم، خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله، الإمام لما يظهر يسلم عليه المؤمنين ببقية الله، يقولون السلام عليك يا بقية الله في أرضه. بقية الله شنو يعني؟ هاي الآية 86 من سورة هود. بقية الله خير لكم، بها قيد معلقة. خير لكم مش وقت، أريد أسمعها منكم مش وقت، ما جاي أسمع ايش وقت إن كنتم مؤمنين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. مؤمنين بمن؟ هنا القضية أن المهدي مولود وموجود وحي. ولد 15 شعبان سنة 255 للهجرة، وغاب غيبة صغرى، ثم غاب الغيبة الكبرى بعد 70 سنة، وإلى يوم الناس هذا إلى أن يأذن الله عز وجل. بقية الله يعني بقية الأئمة، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يعني الذي أبقاه الله حيا، وهذا مسألة طول العمر. الرأي الثالث بقية الله يعني الذي حفظه الله لأجل إقامة دين الله عز وجل. فإذا بقية الله هو المهدي المنتظر سلام الله عليه. احنا شنو مطلوب من عندنا؟ اكو فقرة في دعاء الندبة اللي يقرأ في يوم الجمعة مثل يوم غد، يوم صاحب الزمان. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك. متوقع في يوم الجمعة ظهورك، وفي شهر رمضان متوقع ظهور الإمام سلام الله عليه. فشهر رمضان هو هم مرتبط بإمام الزمان. نخلي لنا عنوان حتى نتحدث به. ما هي سبل العلاقة بإمام الزمان؟ هل إليك سبيل يا ابن أحمد فتلقى؟ سبيلك فالطريقة أنا ألتقيك بها يا أبو صالح. أول قضية، شوف احنا العقيدة شكل، العقيدة شيء والإحساس شيء. العقيدة شيء والإحساس والشعور شيء ثاني. أول سبيل هو أن نشعر أن إمامنا حي، أن إمامنا موجود فيما بيننا، أن إمامنا حاضر سلام الله عليه. أول شعور أنه في كل وقت، في كل آن، في كل زمان، في كل مكان، أن تشعر أن إمامك حي. هذا الشعور يعني شلون مثلا واحد يؤمن بأن الغيبة حرام، يقرأ القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعتقد أن الغيبة يعتقد حرام، ومثل اللي يأكل لحم ميتة، بس من يريد يتحدث عن الناس يستشعر هذا الشعور. إذا يستشعر هذا الشعور راح ما يأكل غيبة، ما يأكل لحم الميتة. يستشعر شعور أن الحديث على الناس بالرواية إدام كلاب أهل النار، رواية الغيبة إدام كلاب أهل النار. بعد إذا يستشعر هالشعور ما يحكي عن الناس، ما علي بهم، دع الخلق إلى الخالق. إذا يستشعر أن إمامه مولود وموجود وحي، بعد القضية مو يم العقيدة. أنا إمامي بصلاتي موجود، وبصيامي موجود، وبقراءتي للقرآن موجود، وبحضوري للمجلس موجود، ولما أروح للسوق موجود، ولما أروح للعمل موجود. إذن أنا أشعر بإمامي. خل آخذ هاي الثمرة، الشعور بأن الإمام مولود وموجود. اثنين، أن تشعر أنه هو الهادي مالتك، اللي يهديك، هو اللي يوديك، هو اللي يدليك. الله عز وجل يقول: إنما أنت منذر، للنبي صلى الله عليه وآله في القرآن: ولكل قوم هاد.
لكل قوم هذا القوم لهم هادي، والهادي هو صاحب الزمان، لا أكثر من ذلك. احنا هسه هذا الزمن يقولوا له زمان الإمام المهدي سلام الله عليه، مو وزمان الإمام المهدي أهل هذا الزمان شو يسمونهم؟ مهدويون. يعني بزمن الإمام الصادق شو يقولوا لهم؟ صادقيون. بزمن الإمام الباقر باقريون. بزمن الإمام الحسن حسنيون، وهكذا. أهل كل زمان يسمون باسم إمامهم. زين، بيوم القيامة منو إمامنا؟ أيضا الإمام المهدي. الله شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يعني يوم القيامة يقولون وين فلان المهدوي اللي بزمن المهدي؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله يقول: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي. أولا من ولدي يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ الظلم وجور. هسه احنا شاهدنا من ولدي أنه هذا منسوب، المهدي منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وإحنا هم منسوبين إلى إمام الزمان هو المهدي سلام الله عليه. زين، بعد أن عرفت أنه حي وحاضر وأنه الهادي وأننا ننسب إليه، خلي بالك بعد القضية الرابعة، المعلم الرابع أو السبيل الرابع للقاء الإمام، أن تشعر، هذا بعنصر تربوي، أن تشعر أن أعمالك تعرض على الإمام، أن أعمالك تعرض على الإمام سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. زين، أن أعمالك تعرض، شنو دليلها؟ دليلها: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنتم لما تعملون هذه الأعمال الطيبة والصالحة، الله عز وجل يعلم بها الطالحة والصالحة، والرسول يعلم بها، والإمام إمام الزمان. ولذلك يوم من الأيام الإمام الصادق سلام الله عليه كان جالس، وقال للي جالسين، قال لهم: ما لكم تسوءون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: كيف نسوء رسول الله؟ شلون ندخل الإساءة إلى قلب النبي؟ إحنا أحباب النبي، نحب النبي، مسلمين كذا، نذكر النبي. قال: تذنبون الذنب فيعرض عليه فيسوءه ذلك. شوف الزمن ايش قد فارق بالوقت. يقول انتم اذا تذنبون هذا راح يعرض على النبي صلى الله عليه واله. لا، راح انقل لك فرد قصتين، حادثتين. واحد سوى فرد عمل زين والامام مدح عليه، وثاني سوى عمل مو زين الامام وبخه. الاول يقولوا له داود ابن كثير الرقي، هذا كان من صحابة الإمام الصادق سلام الله عليه. يوم من الأيام اجى يريد يلتقي بإمام زمانه، اجى للإمام الصادق. لما جلس عند الإمام التفت له وكلمه، حكى وياه، قال له: يا داود، لقد عرض علي عملك ليلة البارحة، وقد سررت به صلتك ابن عمك فلان. انت وصلت لفلان ابن عمك، وهذا العمل عرض علي وانا هواي ارتاحيت انسريت. تصور اذا واحد يعمل عمل زين يدخل سرور على قلب امامه هالشكل يعني، واذا يعمل عمل مو زين يقول هذا شخص ثاني، شخص اسمه أبو كهمس، رايح حتى يلتقي بإمام زمانه وتعبان. شلون هسه احنا مثلا ندعو الله عز وجل: يا إلهي عجل لوليك الفرج، يا إلهي اجعلنا من أنصاره، اللهم كن لوليك الحجة، ودائما ندعو: إلهي
نرغب إليك في دولة كريمة من هالأدعية هذه حتى نعجل بها ظهور الإمام سلام الله عليه. هذا واحد. احنا ما عندنا رغبة بلقاء إمامنا؟ هواي عندنا رغبة أن نلتقي بإمام الزمان. واحد رايح من مكان بعيد واصل للمدينة حتى يشوف إمام الصادق سلام الله عليه، ووصل بوقت متأخر من الليل، فراح إلى دار. طبعا شلون هسه احنا موجود عندنا فندق، الفنادق اللي موجودة، كان اكو مكان اللي يجي مسافر من بعيد ممكن يبات بذاك المكان يعني. فطرق الباب، طلعت الوصيفة يعني الخادمة، فهذا كلمها كلام غير لائق مو مناسب. هو جاي يريد يلتقي بإمام زمانه وكلم هذه المرأة بكلمات مو مناسبة، فعل غير مناسبة. على العموم هربت من عند هذه الوصيفة. ثاني يوم راح يلتقي بإمامه، من طرق الباب على الإمام مباشرة جاوبه، كلمه، قال له: يا أبا كهمس، تب إلى الله مما صنعت البارحة فقد عرض علينا عملك. الله. واحد هيك يشعر مرات بالخلوات وعبالنا ما يعرض عملنا وما حد يدري بينا، لا، هذا العمل يعرض على الإمام سلام الله عليه، وانت مجرد شعورك هذا راح يسوي فرد استقامة. هذا عنصر تربوي أقوى. يوم من الأيام أحد المؤمنين يقول: أنا كنت مبتلى ببلاء أنظر إلى أعراض الناس، يقول لما شعرت هذا الشعور أن عملي يعرض على إمامي بطلت، بعد ما أباوع، لأن أدري أنا أباوع الإمام يدري بي، أنا أذي إمامي، أدخل على قلب الأذية. شلون أنا مؤمن؟ شلون أنا أقرأ قرآن؟ شلون أزور الحسين؟ شلون أعجل فرجه لصاحب الزمان؟ فمستحيل أقول أنا أرد أصير من أنصاره وأدري هذا العمل يأذي. إذن هذا فرد عنصر مهم. الأمر الخامس اللي يقوي علاقتنا بصاحب الزمان بعد الصلاة على محمد وآل محمد، الشعور بالحاجة إلى الإمام سلام الله عليه. الإنسان المريض يسعى بكل جهوده، كل مساعيه حتى يطيب، حتى يبرأ، يحصل الدواء، يروح لمستشفى معينة، يروح لطبيب معين، يحاول يسعى بكل طريقة. ليش؟ لأن محتاج إلى حالة الطبابة، إلى حالة العلاج. هذا الإنسان المريض وين يشوف علاج ودواء له؟ لأن محتاج يروح يسعى، مثل المضطر، بل هو المضطر. القرآن يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لما تدعو الله، ادعو الله وأنت مضطر. أنا مضطر حتى الله يستجيب لك. لما نفكر بإمام الزمان احنا مضطرين إليه، محتاجين إليه، احنا محتاجين إلى صاحب الزمان. هذا أحدهم يشكل، شي يقول أنتم شلون تؤمنون بإمام غائب؟ كيف تؤمنون بإمام غائب؟ أنتم شنو تتفعون من عنده؟ بالرواية شنو؟ إن وجه الانتفاع بي، صاحب الزمان يقول، كالانتفاع بالشمس إذا جللها السحاب. هاي من يجيه الغيم، الشمس أكو ضوء، أكو إشراق، وأشرقت الشمس بنور ربها، أكو إشراق وأكو ضوء. يقول هذا هم من يروح السحاب راح الشمس وين وضوءها يصل لكل مكان. هيك الانتفاع بالإمام سلام الله عليه. أيضا كون أنت ورا ما تشعر أنك محتاج الإمام الزمان، مضطر لإمام الزمان، الإمام هم يشعر بيك، راح يصير فرد علاقة من جهة الإمام. فشي يصير مولانا؟ أيضا سبيل سادس، وهو الرعاية من قبل الإمام إلنا. رعاية الإمام، تشعر أن الإمام، وإحساس عندك أن الإمام يرعانا. يعني شنو؟ يعني هسه إحنا ما قاعدين هنا إلا برعاية إمام زماننا. أنا ما أروح إلى مكان أأمن بي إلا برعاية إمام زماني، ما أتوفق لأي عمل إلا برعاية
إمام زماني وبيمنه رزق الورى كل الوجود، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الله ما يعذبنا ما دام هو موجود بأبي وأمي. ولذلك يقول الإمام المهدي، يقول، شوف اسمعوا أخواني هاي العبارة من الإمام، بس أريد تسمعونها بقلوبكم يعني. يقول إنا غير مهملين لكم. من يقول؟ صاحب الزمان. إنا غير مهملين لكم ولا ناسين لذكركم، ولولانا لاصطلمكم الأعداء وأخذتكم اللاواء. يقول اللاواء الشدة، لو ما أنا أخذتكم الشدة، واصطلمكم الأعداء يعني استأصلكم، اصطلمكم استأصلكم الأعداء من أصلكم من جذوركم، فلولا وجود الإمام سلام الله عليه. فكنت تشعر بأنك عايش برعاية الإمام. وحقيقة هواي عندنا علماء يعني انذكروا بالتاريخ أنه مثل الشيخ الصدوق. أصلا الشيخ الصدوق ولد ببركة دعاء الإمام المهدي سلام الله عليه. وهكذا السيد أبو الحسن أعطي مفاتيح النجف ببركة الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه. فذكر الإمام والحديث عن الإمام والتعلق بالإمام سلام الله عليه، هذا من شأنه أن تعيش الرعاية والعناية والكفاية من مولانا صاحب العصر والزمان. أكو فرد حادثة يوم من الأيام، أحد العلماء صعد بسيارة في مدينة معينة ويريد ينتقل من مدينة إلى مدينة ومسافة بعيدة، وطبعا الأرقام المقاعد مسجلة ومحجوزة. يقول أنا لما قعدت بصفي كان أكو مقعد، فدعوت الله عز وجل أن يكون اللي يجي يقعد يمي يكون ما يأذيني، إنسان مؤمن، إنسان مريح. يقول بدأوا يصعدون بالسيارة، صعد الأول الثاني كذا، أنا أباوع ماكو، هذا المكان فارغ، إلى أن ما بقى إلا دقيقة واحدة صعد شاب، هو ماكو بعد مكان بالسيارة إلا هذا اللي بصفي. لما صعد هذا الشاب أنا شفته مو هو هذا اللي أنا كنت أدعو الله عز وجل أن يكون بجنبي. شعره وشكله يعني يظهر أنه كأنما مو من البلاد المسلمة، وجنطته وغيره، يعني القصة مالت الشعار، اللبس مالته غيره. يقول أنا سبحان الله، يعني هذا إجا الشاب تخطى جلس يمي، كنت أتصور أقول لو أنا أدعو الله حتى يجيني إنسان مؤمن يجيني هالشكل شاب. على العموم من قاعد بصفي سلم، أنا ما استقبلته بحرارة بحفاوة. مشت السيارة، يقول ما تكلمت وياه ولا كلمني هو، أنا بالي مو يمه أصلا يعني. يقول لما حان وقت الصلاة وأذن المؤذن، قام هذا الشاب ونادى بالسائق، قال له كنت تتوقف فقد حان وقت الصلاة. يقول أنا عجيب تفاجئت، أنا رجل دين عالم والسيارة بها ناس هواي مؤمنين، وهذا الشاب ما متوقع من عنده يوقف السائق حتى يصلي، وطريق صعب أنه يوقف السائق. قال له اقعد، باوع له بالمراية، قال له أنت وينك وين الصلاة؟ قال له إذا ما توقف أنا أذب روحي من السيارة وأبليك. فصار بعد اضطر السائق أن توقف السيارة. وقفت السيارة، نزل هذا الشاب وياه جنته، ويقول أنا هم رجل دين، بعد صار لزاما أنزل إذا هذا شاب وهالشكل يعني يؤدي صلاته. فنزلت، طلع من جنته قنينة ماي وتوضأ، انطاني اياها توضيت، صلينا وصعدنا. لكن أنا بالي وين يم هذا الشاب، بس القضية شكله ما يدلل على أنه هذا هيك ملتزم. فمن صعدنا استقبلته استقبال ثاني، كلمته وسألته، قلت له شو أنت شكلك وضعك ما يدلل على أنك ملتزم بوقت الصلاة، شنو القضية؟ قال له أنا راح أنقل لك فرد حادثة. قال له أنا الوحيد الأهلي، وأهلي تعبوا علي هواي ويجمعون الأموال وانطوني إياها حتى أروح أدرس في فرنسا، وفي يوم كان من الأيام صعب علي جدا،
كان امتحان مصيري، وصعدت سيارة ومشينا، وفي منتصف الطريق وكان صحراء، وعطلت هذه السيارة، وما كان اكو فرد حل يعني علاج للسيارة إلا مسافة بعيدة ويستغرق وقت بحيث يفوت علي الامتحانات النهائية. فكان مرحلة جدا مصيرية بالنسبة لي. يقول فأنا اتذكرت فرد مقولة جدتي. هو طبعا ما كان يعرف إمام الزمان، احنا جاي نسولف عن صاحب الزمان. يقول جدتي كانت إذا طاحت بشدة بمشكلة بكذا تقول يا صاحب الزمان أدركني. فقال له أنا شنو قلت؟ يا صاحب الزمان جدتي أدركني، وإذا خلصتني من هذا الوضع اللي أنا بيه فأنا أعاهدك أن صلاتي ما أتركها وأديها بوقتها بفضيلتي. أنا أعاهدك يا صاحب الزمان. يقول ماكو إلا لحظات وإذا يصعد رجل، لأن الناس كانوا نازلين، صعد رجل وقال لي سايق الحافلة، قال له شغل السيارة. قال له ما تشتغل السيارة؟ قال له شغلها. شغل السيارة. على كل حال اشتغلت وصعدنا ومشت السيارة. التفتت الرجل ما موجود. يقول أنا قبل أن يخرج الرجل يروح، يقول قال لي قد وفينا بعهدنا فأوفي بعهدك، أنت عاهدتنا أن تلتزم. فهل معنى هذا؟ يقول بعد ذلك أنا فارقت للرجل، ومن ذلك الحين إلى هذا الحين أنا ما تركت أداء صلاتي بوقتها. فاللي يريد إمام زمانه ويشعر بحضوره وحنانه هالشكل، يعني يقول من سره أن يكون من أنصار القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق، وأن يعيش المحبة المتبادلة مع إمام زمانه، أن تعيش ويا إمامك تذكره على الدوام وتطيعه، لأن المحب لمن أحب مطيع، وتواسي على المصائب على غيبته، أن تواسي إمام الزمان. على أي مصيبة نواسيك يا مولاي يا أبا صالح؟ أي مصيبة؟ مصيبة الرضيع، مصيبة أبي الفضل العباس، مصيبة الحسين، أي مصيبة سيدي؟ مصيبة زينب الكبرى التي سبيت من بلدة إلى أخرى. يقول يوم من الأيام كان يمشي سيد حيدر الحلي وكاتب له قصيدة ندبة لصاحب الزمان: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفجيعة، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. أي فجيعة؟ حيث الحسين على الثرى يا خيل العدا طحنت ضلوعه، ورضيعه بدم الوريد، فاطلب رضيعه سيدي يا أبا صالح. هذه المصيبة اللي تؤلم القلوب. يا سيدي كم يعقوب عين عليك سجابة، كم يعقوب عين عليك سجابة، يا يوسف الزهر الطول غيابه. اسمع المؤمن لما ينتظر إمام زمانه: كم يعقوب عين عليك سجابة، يا يوسف الزهر الطول غيابه.
كم يعقوب لجليك يسكب العبرة، وعينة طلعتك يا ابن الحسن تبرى. طالت غيبتك يا يوسف الزهرة، وصبرك ما طفح يا المهدي خنيابه. سيدي غيرك ما بقى، وكم ثار لك كم ثار الدايار، لو ثار الوقع بالدار، لو ثار الضليع والعين والمسمار. غيرك ما بقايا، وكم ثار لك كم ثار. وياي اريد تقرا وياي ها. غيرك ما بقايا، وكم ثار لك كم ثار الدار، لو ثار الوقع بالدار، لو ثار الضليع والعين والمسمار، لو نار الغدايات بالباب لهابه. سيدي هاي دموم مهلك من عصر عاشور، ما بردت بعد او بالطفوف تفور. سيدي جمرة زنقطع يا على كم نحر منحور، ولا جمع الريس من دم رقبته خضابه. هذا العزاء يا مؤمنين. سيدي يا ابا صالح تقول المصيبة اللي ألمت قلبي سبي عمتي زينب. قالت حسين خويا حسين تراني ماشية، وراح وقت الراضية ومو راضية. خويا ماشية وليك العذور، وتدري ما ظل شار عنده ولا أمور، وعلى جفوفي دارت أحبال اليسور. وزينب الوياك صبحت ماضية، علامة راعي الثار ما ينهار، علامة وينشر لليتانون. الله يا صاحب الزمان، والله ينشر لليتانون علامة ينسب متون عماته، علامة من ضرب صياط زجر وجاي